اسلام شيبسي يا اخي، اسلام شيبسي ايه يا خالو؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا نهار اسود يا نهار اسود، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا نهار اسود، ما طلعش عنده زهايمر يا لهوي. ما انت لو تريحيني وتقولي لي عمل ايه؟ يا فضحتي يا فضحتي، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا فضحتي. انا مش عارف ايه اللي مزعلك مننا يا سعاده البيه. اذا كان عشوائي اللي انا قعدت فيه مع المرجحه هدفع 2 جنيه ونخلص. اولا انت مش اسكندراني يا خالو عشان تقول جنيه. عشان يعرف ان احنا مخربشين. مخربشين؟ انت شفت البسين فاكر نفسك في اسكندريه؟ وبعدين انت لما تتكلم اسكندراني مش هيخافوا منك، ده كده ممكن يحبوك. محاوله. انتوا بتخرسوا خالص خالص. متولي خد الاتنين دول هيفضلوا رهينه عندنا لغايه ما عمليه السرقه. ايه يا متولي بتبصلي كده ليه؟ أني 2 هم 4 أصلا بص. أني 2 هم 4. اوه صح، الغباوه اشتغلت. حلوه دي ام ده، والوحش ده خال ده. هتاخدهم الاتنين يبقوا رهينه عندنا لغايه ما عمليه السرقه اللي هيقوم بيها الاتنين التانيين يا متولي، اللي هم الاتنين اللي باقيين. مفيش غير. مش كده؟ ايوه كده. لا اخصى عليك يا شوكت، لا انا ابني ما يسرقش ابدا ولا يمد ايده على حاجه غيره. يا ترى مين اللي مد ايده؟ سيبيني ساكت ياما، سيبيني ساكت. يا عم ما تشوف لك 2 غيرنا يعملوا اللي انت عاوزه. تصدق عندك حق. يبقى انا اقتلكوا واخلص. يا عم شوكت انت مش محتاج تطلع مسدس ورجاله ورهاين، انت شوف انت عايز ايه واحنا نقوم نبوس ايدك ونعمله. ماشي. العمليه اللي هتعملوها دي نقدر نقول عليها سطو مسلح، ونقدر برضو نقول عليها سرقه بالاكراه. اخصى عليك يا شوكت، لا انا ابني ما ياخدش حاجه غصب عن صاحبها ابدا. ما تسكتي بقى ياما، في ايه؟ قاعد تتكلمي في وسط الرجاله، ما خلاص بقى. حاضر. خد الوليه دي من قصادي. حاضر. ومعاها ده. ما انا قاعد ساكت اهو يا سعاده البيه، وبعدين كنت عايز اسمع بقيه الخطه. هسمعك الرعد في ودانك. خدهم يا متولي. بس بالراحه عليها. وكمان بتغير عليها. عم سرور، عم سرور النبي خلي بالك من امي. في عينيا، بس محدش يبقى يقرب من البدرون لما اقول لكم. معلش يا امي. يا دياب عشان اشوف عايز ايه السريه. وهنطلعك. هنقذك. دياب. هننقذك يا امي. دياب. بالراحه يا عم. ندخل في الشغل بقى. وفي خطه بقى ولا هنعشوق؟ ايه؟ نعشوق نرتجل يعني. نعشوق. شوكت كلهم يتقالوا نعشوق. طب ما انت حلوه. طالع لامي. طبعا. لا صايع. لا في خطه. هي الخطه كانت سرقه بنك، انما للامانه بعد ما عرفتكم وقربت منكم وشفت مدى غبائكم اللي ملهوش مثيل وذكائكم المنحضر خالص اللي ملوش معنى، قلت اصغر العمليه شويه، خليتها سرقه محل مجوهرات. معقول كده ولا صغرها اكتر؟ بس لو صغرتها اكتر مش هتجيب همها، وفي الحاله دي بتهيألي يبقى قتلوك احسن. لا لا يا باشا، في ايه؟ صلي على النبي. مجوهرات مجوهرات، هي مجوهرات حلو واحنا معاك في المجوهرات. ماشي. في محل مجوهرات كبير عنده جواهر ثمينة. المحل ده الرجالة بتوعتي هيكونوا عاملين حويطة حواطيه، يعني مراقبينه من كل الزوايا. 9 ل5 انتوا هتهجموا على المحل، تعملوا العملية وتيجوا فورا عليا. ليه 9 ل5؟ عشان المحل بيقفل الساعة 9. طب ما نروح 8:30 بدري، نص ساعة بحيث ناخد راحتنا في المكان، نعرف نسرق من غير لهواجة، مفيش غويشة تقع مننا، حلق يستخبى تحت حاجة، يعني نعمل حساب الدنيا يعني. ممكن نروح 7:30 ونتفرج على الماتش هناك عشان الماتش مهم جدا، ده ديربي. لا يبقى نروح 6 إلا ربع عشان نلحق الاستوديو التحليلي. الله أكبر. ليه نروح من صباحية ربنا عشان تعملوا معسكر هناك في المحل زي معسكر المنتخب كده، عشان العملية السرقة تبقى مظبوطة. ايه الغباوة اللي انتوا فيها دي؟ وانت دراع اليمين اغبى منهم بكتير. يا اغبياء، 9 ل5 مقصودة.
ليه؟ عشان هتكون خلاص مفيش لا رجل داخله ولا رجل خارجه، تخلصوا العمليه بسرعه وتنطلقوا عليا، فهمتوا؟ تمام يعني، بس 8:30 انا شايف برضو انها كويسه برضو. يا عم 8 ما انا خد لا مع احترامي للكلام انا شايف ان 8:30 خلاص يا حلو. عمر. لان هو بيقفل 9، ف9 الا 5 دي يا باشا يعني. خلاص يا عمر. انت بتزنقنا يعني يا باشا، انت كده بتزنقنا انت يا باشا ايه ده كده. بس؟ صدقوا انا بفكر اتركوا وقت لنفسي. خلاص والنبي تقتلنا ليه؟ ما احنا هنروح اهو. صدقوني احسن لكم. ما احنا هنروح اهو. ماشي. هنروح بس 9 إلا 5 9 إلا 5 مفهوم ولا لا؟ حاضر. دلوقتي هشرح لكم الخطه بالظبط، ركزوا معايا. هتروحوا المحل ومعاكوا الشنطه اللي فيها السلاح، حاضر. ورجالتنا هتبقى مأمنه المكان. مفيش حد. الراجل ده بيسوحنا ولا ايه؟ لا يكون اتقبض عليهم وعاملين لنا كمين هنا. مش هتشوفوهم يا بهايم، هتلاقوا صاحب المحل جوه بيجهز عشان يقفل، صبيانه هيكونوا مشيوا، هتقلبوه في الجوهره وما يضرش لو جبتوا شويه دهب كمان. حاضر. هناخد شوية دهب. يلا. الحمد لله مفيش حد في المحل، يبقى نسرقه على طول. نسرق ايه؟ انت مجنون؟ فين الراجل اللي هنثبته عشان نسرق المكان؟ كده الخطه باظت، يلا نمشي. خطة اللي باظت. لا معلش يا جماعة أنا متأسف، كنت جوه المكتب بعمل حاجة. دقيقة واحدة بس وأبقى تحت أمرك. خد راحتك. هيدخل واحد من رجالتنا هيقول لكم كلمه السر اللي معناها ان الدنيا امان. معلش كلمه السر. طب استنى نسمع تاني كده. هيدخل واحد من رجالتنا هيقول لكم كلمه السر اللي معناها ان الدنيا امان. ما قالش برضه. وبعدين نرتجل بقى. هي سلام عليكم. يمكن هي دي كلمه السر. سلام عليكم. اكيد مش كلمة السر سلام عليكم، ده بيقول سلام عليكم، اي حد بيقول سلام عليكم. ممكن فكت 200 جنيه مش خمسينات؟ اكيد مش كلمة السر، واحد يدخل يفك. 200 جنيه مش خمسينات. مش خمسينات؟ ايوه مش خمسينات. يا سيدي ما أنا سمعت بتزعق ليه؟ مش خمسينات مش خمسينات، مش أنتوا سامعين مش خمسينات؟ يا عم خد امسك فك. معايا أنا معايا. يا عم اهو. ما تخلص انت وهو. هات. مش خمسينات. ما دول ميات. ميات. ايه الغباء بتاعكوا ده؟ احنا اللي اغبياء؟ ده انت اللي راجل غبي داخل تفك فلوس من محل جواهرجي. امال محلات الكشري بتعمل ايه؟ معلش أنا متعود على كده طول النهار، أنا تحت أمركم. هو احنا مش عاوزينك تزعل مننا. هزعل منكم ليه؟ لا سمح الله تحت أمركم. الظروف يا بيه. احنا ولاد ناس على فكره. خالي وامي. بس عرفت خالي وأمي امي وخالي وعمتي وخالتي والدنيا. عرفت اتفضل امسك شايلين يا بيه. امسك ربنا يعينكم والله شباب غلابة. بتعمل خير ليه؟ بتصحي ضميرنا ليه حضرتك؟ معلش. استغفر الله العظيم يا رب. هو الجرام بكام يا بيه؟ جرام الدهب ال 21 ال20. مفيش 20، ال 21 ب 650. ولا ال30؟ مفيش 30. طب ارفع ايدك بقى فوق. معلش. ما ايدك دي ما اشوفهاش تحت. مع ايه ده؟ خليك رافع ايدك لحد ما نجيب الخزنه. حاضر. سنينك انت بتعمل ايه؟ هات حاضر. الخزنه بسرعه، اي غدر منك انا بقول لك. لا دي كده مش صح. المسدس بايظ ولا ايه؟ معرفش بقى. ما تطلع المسدس التاني اللي معاك. اهو يا بيه. ارفع ايدك. اللي هنقوله لك تنفذه بالحرف الواحد. حاضر بس ممكن انزل ايدي. نزل يا عم نزل. الراجل ده طيب قوي. واول ما تخرجوا من المحل تشوفوا لكم مواصله تكون امان ترجعكم الفيلا تاني. احنا مش سواقين عند